بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الكرة مع عادل على اليوتيوب، أهلا وسهلا بحضراتكم. لو بتشوفونا على اليوتيوب لايك وشير ومتابعة لقناتنا على اليوتيوب، ولو بتشوفونا على الفيسبوك لايك وشير ومتابعة لقناتنا على الفيسبوك. بمتابعتكم ومشاهدتكم للقاءاتنا اليومية بنكبر معاكم ونوصل لأبعد مدى. كلمت حضراتكم امبارح ان النادي الاهلي بيجهز لصفقتين من العيار الثقيل. الصفقة الاولى المهاجم الفلسطيني وسام ابو علي، وبناء على تصريحات وكيل اعماله ان قال وسام ابو علي من صغره وهو بيحب النادي الاهلي المصري، وخاص النادي الاهلي المصري. وسام ابو علي بيشجع النادي الاهلي، ولما علم بمفاوضات النادي الاهلي معاه تمنى ان هو ينضم للنادي الاهلي، رغم ان في عرض قوي من نادي انتراخت فرانكفورت الالماني، ولكن بيفضل النادي الاهلي. ده بناء على تصريحات وكيل اعماله. والنادي الاهلي بصدد وضع الرتوش الاخيره لانضمامه لقائمة النادي الأهلي، لأنه مش هيتحسب عليه إن هو لاعب أجنبي، ولكن هيتسجل إن هو لاعب محلي. بعد ما كان النادي بتاعه السويدي عارض 400 ألف دولار إن أي نادي يضمه بهذا المبلغ، علم بمدى شعبية النادي الأهلي الجارفة ورفع العرض ل1,200,000 دولار. إيه اللي ممكن يقدمه وسام أبو علي علشان النادي الاهلي يقدر يضمه؟ لازم يقدم، انت بتحب النادي الاهلي لازم تضحي عشان تنضم للنادي الاهلي. فالنادي الاهلي في حالة وضع الرتوش الاخيرة لانضمام المهاجم الفلسطيني للنادي الاهلي، وده اللي هيبان معانا زي ما قلنا لحضراتكم في اليومين الجايين ان شاء الله. في الوقت اللي بكلم حضراتكم فيه دلوقتي ومن خلال مصادرنا داخل النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب وكابتن عادل القيعي مجتمعين في منزل دكتور وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر لإنهاء صفقة عمر كمال عبد الواحد. في الوقت اللي بكلم حضراتكم فيه دلوقتي مجتمعين لإنهاء الصفقة، وطالما تدخل في الصفقة طبعا مهندس الصفقات عادل القيعي، ان شاء الله سوف تخلص. دي خلاص خالصة مع النادي الاهلي بنسبة 90%، ولكن في بنود واضحة في فيوتشر كابتن محمود الخطيب تدخل لإنهائها. نادي مودرن فيوتشر طالب 5 مليون زائد 2 لعيبة من النادي الاهلي من قائمة النادي الاهلي، يعني لعيبة فوق السن. كابتن خطيب معترض، احنا ممكن ناخد عمر كمال عبد الواحد ونديك لاعب واحد من القايمة، مثال ان هو يكون صلاح محسن. نادي فيوتشر بيقول لك لا، ال5 مليون وصلاح محسن و3 تحت السن. دي نقاط الخلاف ما بين النادي الاهلي ومودرن فيوتشر، ولكن ورق عمر كمال عبد الواحد خالص للانضمام للنادي الاهلي، لان كلنا عارفين ان ده لاعب جوكر، بيلعب باك يمين وبيلعب باك شمال وبيلعب جناح يمين وبيلعب جناح شمال، فلاعب في اي مكان يقدر يسد معاك. النادي الاهلي بيتدخل ان خلاص باقي في عقده 6 شهور، ممكن السنه 6 شهور واخده فري، فبلاش ال5 مليون، ممكن ندوكم 3 لاعبين تحت السن. ده بكره ان شاء الله هنعرفكم الاجتماع بتاعهم انتهى على ايه. نادي الوكر القطري قدم عرض للنادي الاهلي لشراء او استعاره احمد عبد القادر. نادي الوكر القطري طبعا كلنا عارفينه، اللي هو اشترى لاعب النادي الاهلي في بدايه هذا الموسم.
داخل يريد استعارة أحمد عبد القادر. النادي الأهلي قال لهم بيع، لا، استعارة ماشي. النادي الأهلي قال لو عايز تستعيره $1,000,000. $1,000,000 في إيه؟ 6 شهور لو أنت عايز تستعيره. شراء، لا. النادي الأهلي طبعا باع حمدي فتحي للوكرة القطري من 6 شهور مقابل $3.5 مليون. النادي الوكرة عايز يشتري أحمد عبد القادر، باصص للمشاكل اللي ما بين المدير الفني وأحمد عبد القادر، والنادي الأهلي رافض ومارسيل كولر رافض، قال لك ممكن نطلعه 6 شهور ويرجع لنا في الصيف. النادي الأهلي طالب $1,000,000 في ال6 شهور دي. في أنباء أخرى بتقول لا، أحمد عبد القادر يتباع للوكرة والنادي ده يبقى كوبري إن هو يرجع نادي الزمالك. الكلام ده مدى صحته؟ طبعا لا أساس له من الصحة، لأن أحمد عبد القادر قال لك ممكن ألعب في أي نادي خارج مصر. في مصر للنادي الأهلي، أي نادي خارج مصر، لكن الزمالك لا، مش هروح الزمالك لأن أنا أهلاوي من صغري. ده على كلام أحمد عبد القادر. نادي البنك الأهلي طالب شراء أو استعارة خالد عبد الفتاح الباك اليمين. خالد عبد الفتاح طبعا اللاعب ده اللي انضم لنا من سموحة، مش واخد فرصته مع مارسيل كولر. نادي البنك الأهلي طالب استعارة اللاعب. هل مارسيل كولر هيوافق على الاستعارة دي؟ طبعا كل العروض دي متوقفة لحين عودة مارسيل كولر لطرحها عليه. موافق ان اللاعب ده يتباع او اللاعب ده يطلع اعاره، ده مارسيل كولر اللي هيحدد، لانه ما ينفعش يطلع لاعب اعاره والمدير الفني يكون محتاجه، ان تبقى ورقه معاه. دي كانت اهم اخبار النادي الاهلي. نروح بعد كده لاخبار نادي الزمالك. ونادي الزمالك على اعتاب اتمام صفقه تاريخيه. بنتمنى ان الصفقه دي تتم لنادي الزمالك، لأن تدعيم نادي الزمالك وقوة نادي الزمالك في صالح الكرة المصرية. الصفقة التاريخية لنادي الزمالك من الكواليس برضو، إن الصفقة دي اللي هو اللاعب محمود صابر، لاعب بيراميدز. اللاعب ده يا جماعة ده لاعب المنتخب الأولمبي، لاعب سوف يفيد الكرة المصرية في الأيام القادمة. في حالة ضم اللاعب ده هيبقى نقلة تاريخية للاعب وهيفيد نادي الزمالك جدا. دي صفقة لنادي الزمالك بيخلص فيها. بعد تجديد تعاقد فتوح الزمالك، أحمد فتوح جدد مع نادي الزمالك 3 سنين مقابل 180 مليون. 3 سنين مقابل 180 مليون. نادي الزمالك ضمن اللاعب في إيده بعقد. حاليا فتح الباب لأي نادي يريد استعارة أحمد فتوح. نادي الزمالك مضى معاه، دفع مقدم العقد، عايز بقى يحلل الفلوس اللي هو خدها ديت، إن هو ممكن يرجعها في إعارة مثلا لمدة سنة، ممكن يطلعوا إعارة لمدة سنة ب$2 مليون. أصبح رجع له عائد مادي كبير لنادي الزمالك، ففتح الباب لاستعارة أحمد فتوح. طبعا هيوافقوا على أي استعارة لأي نادي، إن هو يروح أي نادي ما عدا النادي الأهلي. والنادي الأهلي مش هيتدخل في الصفقة دي، لتبقى العلاقات مع نادي الزمالك علاقات قوية. هنشوف الأيام اللي جاية. طبعا أحمد فتوح انضم للمنتخب القومي، هيلعب مع المنتخب كأس الأمم في كوت ديفوار. الأيام الجاية إن شاء الله هتبين لنا مين الأندية اللي هتترغب في أحمد فتوح، وأنا أتمناها خارج مصر. خارج مصر هيعود عائد مادي كبير لنادي الزمالك. ده كان إجمالي